بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار نادي الهلال السعودي. أثار جمهور نادي الهلال الجدل، وذلك بسبب ردود الأفعال على تهنئة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل للفريق بالتأهل إلى دور الستاشر من بطولة دوري أبطال آسيا. وهنأ المسحل نادي الهلال عبر رسالة رسمية قال فيها: أبارك لكافة محبي ومنسوبي وإدارة نادي الهلال التأهل إلى دور الستاشر من بطولة دوري أبطال آسيا، مع أمنيتنا بالتوفيق لنادي الفيحاء في الجولة الأخيرة. وعلى الرغم من تهنئة المسحل للهلال، فإن ردود أفعال الجماهير كانت مفاجئة، حيث انتقدت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لأنه لم يؤجل مباراة الديربي بين الهلال والنصر، حيث يرى الجميع داخل نادي الهلال على أحقية تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة كما تنص اللائحة، نظرا لأن نادي الهلال خاض مباراة يوم السبت في أوزبكستان، وسيواجه نادي النصر يوم الجمعة، ليحصل الفريق على يومين فقط قبل المباراة، وهو مخالف للائحة التي تنص على حصول الفريق أقل شيء على 3 أيام قبل المباراة. وعلى جانب آخر، ووفقا للصحفي الرياضي أحمد الجدي، فإن جماهير الهلال جهزت دوبل تيفو في مواجهة النصر بدرب الرياض، حيث أكد أنه سيكون هناك دوبل تيفو في مدرجات الهلال في الدربي أمام نادي النصر. وبالحديث عن مباراة الدربي الهامة، يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لجهود 4 لاعبين في مباراة الدربي أمام النصر غدا الجمعة، حيث واصل رباعي نادي الهلال ياسر الشهراني ومحمد العويس وناصر الدسري وحسان تنبكتي برامجهم العلاجية والتأهيلية ليصبحوا عمليا خارج حسابات المدير الفني البرتغالي خيسوس في مباراة ديربي الرياض أمام نادي النصر. ومن المقرر أن يختتم نادي الهلال اليوم تحضيراته الميدانية في مقر النادي استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.